السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الديدان يا جماعة طبعا أنواع كتير جدا منتشرة في الأطفال، أهمها الدودة الدبوسية. بالمناسبة أحيانا كتير جدا يجي الطفل نعمل له تحليل الستول بتاعه البراز بتاعه ما نلاقيش فيه ديدان خالص، بس هو عنده ديدان. مجرد شكوى الطفل في هرش في منطقة الشرج أو متضايق أو أحيانا يريل على المخدة بالليل، أكله مش منتظم مع مغص، كل ده بيقول ان عنده دوده دبوسيه. تلاقي بقع بيضه بدات تظهر في وش الطفل، الطفل مصفر، الطفل ما بياكلش كويس، الطفل حتى بياكل كويس بس خاسس. في الحالات دي ده مؤشر ان انا عندي دوده دبوسيه. الدوده الدبوسيه من الحاجات السخيفه جدا اللي بتقرق الطفل بالليل، ما بينامش كويس بسبب الهرش في منطقه الشرج. كمان في البنات احيانا البويضات دي بتطلع لقدام، فتلاقي الطفل تهرش او الطفله تهرش من منطقه المهبل امامي، فطبعا لازم طبيب الاطفال بيبص هنا وهنا بيشوف الوضع ايه بالظبط. ساعات بتيجي شكوى الطفله من الايه؟ من الامام مش من الخلف. احيانا مع كتر الهرش يحصل التهاب في منطقه المهبل، ويحصل بعد كده تراكم لبكتيريا في المكان، تبتدي تطلع على المثانه، يبتدي يحصل شويه التهابات مثانه بوليه او صديد في البول. ده احيانا مع بعض البنات بيحصل مع قله نظافه المكان في الاطفال. عشان كده لو ظهرت اي شكوى من النوعيه دي، ان الطفل بتاعي ما بياكلش كويس، نعمل له تحليل براز طبعا. بس لو اتعمل التحليل وطلع نيجاتيف ما فيهوش ديدان، طب لو في هرش في منطقه الشرج، لو في اعراض معاها زي المغص، زي عدم الاكل، زي الرياله بالليل، زي الكلام ده كله، ده مؤشر انه عنده دوده دبوسيه. بيبتدي ياخد علاج الدوده الدبوسيه. من اقوى الحاجات لعلاجات الدوده الدبوسيه طبعا الفلوبنتازول او الفلوب كدواء. ده دواء وحبوب ممكن يتاخد قد ايه؟ المفروض جرعته مره يوميا صباحا لمده 3 ايام، جرعه بيحددها الطبيب بتاع الاطفال. بعد كده بتتكرر بعد اسبوعين. عايز اكد بس على معلومتين في علاج الدوده الدبوسيه. النقطه الاولانيه نظافه الايد ونظافه الاكل، قص الضوافر لو الضوافر مش نظيفه، تطهير مكان الحمام بتاع الطفل، وكمان الاهتمام بالنظافه الذاتيه بعد الحمام، النظافه الشخصيه. كمان يا جماعه لازم الملابس الداخليه كمان تتغسل بشكل يومي او تتغير بشكل يومي، تتغلي، لان البويضات بتفضل عالقه فيها شويه. المفروض ان الدوده الدبوسيه لو ثبت ان في طفل عيان لازم تتعالج كل الاسره من الدوده الدبوسيه، سواء الام والاب او اطفال اخرين بياخدوا جرعات مماثله. وربنا يحفظ اولادنا من كل شر.